السلام عليكم. فيصل حفيدي كوتش اون ديفلوبمون بيرسونيل. دونك غادي ندير هاد الفيديو هادي باش نهضر على المشاكل ديال الامتحانات، ماشي مشاكل وانما على التقنيات ديال تحضير الامتحان بالنسبه للناس اللي عندهم الباك او بالنسبه للطلبه اللي عندهم امتحانات. غالبا كنت كندير محاضره تقريبا كل عام، هذه عامين ولا 3 سنين، على الاستراتيجيات الخمس لتحضير الامتحان. هذا العام يعني ما تيسرتش انني ندير هذه المحاضره هذه، ففضلت انني ندير هذا الفيديو، وخصوصا من موراء البرنامج ديال فتح قلبك على المشكل اللي كان مع نجاة الحمد لله تخططوا ديال الخوف من الامتحان. جاو بزاف ديال لي زيميل ديال الرسائل على هذه المساله ديال كيفاش الانسان يحضر الامتحان، كيفاش يواجه الخوف، امتى كيكون خوف مرضي او لا خوف عادي. علاش بعض المرات فاش كنمشيو للامتحان كنكونوا واجدين كيمشيو لنا كاع المعلومات ديالنا، علاش بعض المرات بعض المواد كنتوفقوا فيهم وبعض المواد الاخرى ما كنقدروش واخا نرجعوا نجيبوا نقاط مزيانين. كيفاش الواحد يقدر يراجع مزيان واحسن؟ اشنو هما الاخطاء اللي خص الواحد يتفاداهم فاش كيوجد الامتحان، وشنو هما النصائح اللي يقدر الواحد يديرهم باش يتخطى هذه المساله، الفتره ديال الامتحان بالتفوق وينجح. فخصنا نعرفوا ان اولا هذه المساله ديال تحضير الامتحانات او الواحد كيفاش يقرا تقنيات التعلم، هذا علم قائم بذاته، عنده متخصصين ديالو، كاينين دراسات كيداروا غالبا كيداروا في الجامعات على كيفاش الانسان كيوجد الامتحان، كيفاش خصو يقرا احسن، اشنو هما الوسائل، اشنو هما الظروف اللي خص الواحد يوجد. وكاين بطبيعه الحال الجانب النفسي اللي هو داخل في علم النفس، اللي عاود الا جبنا منه مجموعه ديال الامور، مجموعه ديال المعلومات كتساعد ان الانسان يحضر او التلميذ او الطالب يحضر الامتحان بطريقه افضل. ففي هذا الفيديو غادي نعطيكم مجموعه ديال المعلومات، يقدر يكون واحد الكم غزير ديال المعلومات ونصائح، وغتفهموا مجموعه ديال الامور. ماشي ضروري تاخذوا كل شيء، وانما خذوا داكشي اللي غتستافدوا منه في هذه الساعه هذه. خليو عندكم الفيديو الا قدرتوا تشوفوها من بعد احسن، لان كل فتره وكل المشاكل اللي كيكون فيها عاد تسمعوا النصائح ديالها. الا قدرتوا تسمعوا لها شحال مره مزيان. وبطبيعه الحال خليو لي كومونتير ديالكم تحت الفيديو في هذا البلوك ديالي ديال العربيه، فخليو فيه لي كومونتير ديالكم، ومن بعد انا ان شاء الله غادي نشوف الا كانوا شي حوايج يمكن ما ذكرتهمش او ما جاوبتش عليهم. انا جاوبت لي كومونتير، الا ما جاوبتش عليهم راه غادي ندير شي فيديو اخرى اللي نقدر نهضر فيها على هاد المواضيع الاخرى اللي قدرت ما قلتهمش او ما كانوش على بالي فاش كنحضر لهاد المحاضره. فاول حاجه اللي خصكم تعرفوا نتوما التلاميذ او الطلبه او اي انسان خصو يدوز الامتحان، خصكم تعرفوا واحد القضيه، راه الامتحان خدعه، الامتحان كله خدعه. قلتوا لي كيفاش؟ هو العالم كامل، المدارس كامل كدير الامتحانات، والباك يعني اكبر وقت ديال الامتحان، اكبر امتحان يقدر الانسان كيدوز منه في الحياه ديال او باش كيكمل الحياه ديال التلميذ وكيبدا حياه ديال الطالب والامتحانات الاخرى. كيفاش الامتحان يقدر يكون خدعه؟ فالامتحان خدعه لانه كاع داكشي اللي فيه غير الشكليات اللي كيخلعونا اكثر من الامتحان. كيفاش؟ اولا خصنا نعرفوا ان اي امتحان كدوزوه، يعني في ديك الورقه ديال الامتحان اللي كتشدو نهار الامتحان، راه انا على يقين يعني تاخذوا هذيك الورقه دوها للدار وتجاوبوا عليها، كلشي غيجي بشري، كلشي غيجي ولو عمره 15 16 اللي ما راجع غادي يجيب لك 10 11 قليل غيجي يقل من المعدل، لان غالبيه الامتحان وغتشوفوا الامتحانات اللي كيتحطوا ما تيكونوش صعاب. بيان سور تيكون السؤال جوج ثلاثه كيكونوا صعاب، مي هادو غيديروا لك 3 4 ديال النقاط، وما باقي تيكون غالبا يعني ابوردابل، يعني تقدر تشدو، تيكون تحت السيطره ديالك انت كطالب، وجدتي بطريقه عاديه، يعني ماشي قريتي بزاف وانما وجدتي الامتحان بطريقه عاديه. فتقول لي علاش الامتحان خدعه؟ لانه داك الجو اللي كيكون تجلس بوحدك، النيميرو ديال الامتحان، دابا كاع زادوا ديك المساله ديال ما كانش عندنا حنا الليسي، كتمشي لواحد الليسي اخر كتلقى بلاصتك، كتلقى استاذ ما كتعرفوش، الاسا تكتبوا يعني واحد الجو، واحد الهيبه كتعطى لذاك الجو، داك الامتحان
اللي الامتحان كيولي كيبان صعيب، كيبان يعني كيخلع. او فيت هذيك الخلعه من بعد غادي نقول لكم علاش ديك الهبه وعلاش هذه الخدعه، هذه الفكره مهمه تشدوها، لان غتعاونكم في الخلعه اللي كتواجه اي واحد فينا طبيعي بغى ينجح. اي واحد بغى ينجح في الامتحان راه كتجي الخلعه، ودونك هذيك الخلعه كتجي ماشي من الورقات ديال الامتحان، كتجي من داك الجو اللي كيخلقوا اللي كتخلقوا المؤسسه واللي كيخلقوا النظام. حنا ما غاديش ندخلوا علاش هذاك الجو واش خصو يكون او ما يكونش، هذا ماشي الموضوع ديالنا اليوم. وهذاك الجو كاين ما عندكم ما ديروا ليه، ما غاديش تمشيو تدرسوا لا مع الاداره ولا مع وزاره التعليم ولا مع اي شيء، غادي يصل نواجهوا هذاك الجو كما هو. وفيه محاسن، يعني الانسان خصو يعرف حتى يواجه بعض المواقف اللي تكون رسميه، هذا موقف رسمي للامتحان. دونك كما قلت اي واحد، انا على يقين ان بزاف كنت انا طالب، كنت انا تلميذ، كاع صحابنا كانوا كيراجعوا. شحال ما كيراجعش في القسم، تيكون جوج ولا ثلاثه اللي معول ايدوبل. اي واحد معول ايدوبل راه كيراجع، والعاشر انه كيجيب 7 ولا كيجيب 6، يعني باقي راه فيه ما يخدم شي حوايج. وانما اي واحد بغى ينجح كيراجع، اي واحد، هذه قاعده، اي واحد بغى ينجح راه كيراجع الامتحان. غتقولوا لي فعلا كلشي، شوفوا صحابكم، شوفوا الدراري في القسم، راه كلشي تينجح، كلشي تيوجد، ولكن ماشي كلشي تينجح. واللي كيخلع هو انه حتى يعني البورسونتاج ديال الامتحان، نسبه النجاح في الامتحان تقريبا كتقل من 40%، يمكن العام اللي فات وصلت 40% او اكثر من 40% بشويه، وهذا عدد يعني قليل بزاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو ينجحوا الامتحان ولا اللي كيراجعوا الامتحان. اي واحد راه كيراجع الامتحان، اي واحد. اشنو كيجعل ان البعض كينجح والبعض ما كينجحش، او شنو كيجعل الفوارق في النقط؟ اولا كاين العمق ديال المراجعه، العمق ديال الفهم، وهذا غادي نهضر على المراجعه واحد شويه. شنو الفرق بين المراجعه والدراسه؟ لان حنا كنخلطوا غالبا بجوج، انا ماشي طالب كنخلط بين هاد الجوج الحوايج. اولا بين قوسين، هاد النصائح اللي غنقول لكم ماشي كلشي كنت كنعرفها فاش كنت كنقرا، بزاف درستها في الاواخر فاش كنت وليت كنهتم بالموضوع ديال تقنيات التعلم. بديت كنهتم به في 2 سنوات الاخرى فاش بديت كنحضر الدكتوراه ديالي، وفاش دخلت لواحد الدراسه اخرى جديده كانت كثير عاليه، فكنت كنحاول نلقى وسائل ديال الدراسه. ما قبل كنت شي حوايج كنطيح فيهم هكاك، يعني كيجيبهم الله، شي حوايج ما كنتش عارفهم كيما حنا كاملين، كيما نتوما دابا كاملين. وما تقولوش راه كلشي كنت كنطبقوا، كاين شي حوايج ما فهمتهم حتى من بعد. داكشي علاش غنقول لكم داكشي اللي انا كنت كنتمنى نسمعوه كون كنت تلميذ او لا طالب. دونك رجع الموضوع. دونك قلنا انه اي واحد فينا كيراجع وكاين عمق المراجعه، هذا غادي نهضروا عليه من بعد، حيدوا علينا غادي نتناقشوا عليه اخر. كاين الاستعداد النفسي للامتحان. الاستعداد النفسي هضرت عليه في البرنامج اللي ما كانش الوقت باش نشرح اكثر، دابا غادي نشرح اكثر. الاستعداد النفسي والاستعداد الزمني للامتحان كياخذوا تقريبا الثلثين. علاش؟ يا شحال من واحد خرج من الامتحان وتيقول لك ما كنت غادي نجاوب، ما بقاش ليا الوقت، مشى ليا التمرين كامل 7 النقط مشاو، ما كانش عندي الوقت، كانت عندي المعلومات عارف كيفاش نجاوب، ما كانش عندي الوقت. مشكله، مصيبه هذه، يعني راه كاع داكشي اللي قريتي مشارك على قبل واحد الوقت ما بقاش ليا. دوماج. علاش؟ غنقول لك كيفاش من بعد، غنقول لكم كيفاش غتستعدوا للوقت. دونك هذا التولي تقدر مشيت فيه 7 النقط، تقدر مشيت فيه 10 النقط، غالبا ما يمكنش اكثر من 10 النقط، ابار الا كان شي امتحان وحلتي في شي سؤال وتزيرتي معاه وتزمرتي معاه ما مشيتيش دير التمارين الاخرين. هذا هو الحل. العامل الثاني هو العامل النفسي، الخلعه. اي واحد فينا ولاش، اي واحد فينا تيدخل الامتحان باغي ينجح كتشدو الخلعه. اشنو هي الخلعه؟ الخلعه هي عاطفه، خوف كتجي من هذه البلاصه. داكشي علاش كيضرنا هنا بعض المرات في الامتحان وتنديروا لنا السجل هذه البلاصه دي، لان هي كتفرز بزاف ديال الهرمونات في ذاك الوقت ديال الامتحان. والخلعه من طبيعتها انها كتبلوكي الدماغ. الخلعه كتبلوكي الدماغ، يعني كاين الكورتكس ديال الدماغ، القشره ديال الدماغ هي اللي مكلفه بالتفكير، وهي اللي كتخدموا في الوقت ديال الامتحان. وكاين موراها هنا البصله السيسريه لي زاميغدال، هما اللي مكلفين بالعواطف. حتى نقولوا هاد لي دو زون سون اونتاغونيست. اشنو كيعني ان هاد لي دو زون سون اونتاغونيست؟ سا فو دير كو يعني الا كان
هذه البلاصه كتهيج اي عاطفه، الفرح، الخوف، السعاده. انه الانسان ماشي السعاده، وانما الفرح، لان السعاده هذا شعور ماشي عاطفه. الخوف، الخجل، هاد العواطف كاملين وعواطف اخرين تيحبسوا التفكير، يعني كتهيج تمشي للتفكير الى درجه كتقدر تكون غيب نهائيا. داك الشيء اللي عنده الخوف المرضي صافي كيسخف اصلا، صافي مكيبقاش ليه ضرر ديال العقل، تيسخاف، تيهرب، تيتصرف بحماقه. الغضب مثلا، كاين شي واحد كيغضب كيتصرف بحماقه، تقول ما كنعقلش اش كنقول، او ما كنتش كنعرف اش كنقول، او ما كنتش كنعرف اش كندير. هذا موضوع طويل اللي غيهمكم منه هو هذا البلاصه هذه، لانه الخوف الا دخلتي الامتحان راه الدماغ ديالك تيحبس مباشره تحت التاثير ديال الخوف. نقول لكم كيفاش غادي ندير. انا كنخاف، كل واحد فينا كيخاف. او الخوف طبيعي، الخوف مزيان لان كيهيج الطاقه وكيخرج فينا واحد الطاقه اضافيه. تنكونوا تنعرقوا باش نبردوا حيت كنكونوا سخانين، تنترعدوا حيت الدم ديالنا تيجري بالجهد، الاعصاب ديالنا كيكونوا مهيجين، العضلات ديالنا كيكونوا طوندو، تيكونوا يعني متوترين، وتيكون القلب ديالنا كيضرب. كلشي هادشي في صالحنا، ماشي عيب، مزيان، لان الطاقه خصها تخرج. دونك الجسم كيجبد اكبر عدد ممكن ديال الطاقه اللي عنده، او الاكبر كميه ممكنه من الطاقه اللي عنده. وانما الا فتي واحد لا دوز ديال الخوف هزك الماء، الا فتي واحد لا دوز ديال الخوف هزك الماء، لانه غتهيج بواحد المستوى اعلى والدماغ ديالك غادي يمشي. عشنا كامل هادشي. باش كتهز الورقه ديال الامتحان كتقراها في دوك 5 دقائق الاولى، كتلقى اغلب الاسئله ما كتعرفش شنو هما الجواب، اولا كتلقى كلشي كيمشي لك، كلشي تيمشي، تكون عارف مشى وكتهز. وهذا خطا. كاين اللي كيدخل الامتحان كيهز الوسط، كيبغي يكتب كاع المعلومات اللي عنده في راسو، ما تقدرش ديرهم في هذاك الوقت، باقي فيك الخلعه، والخلعه كتحيد لك كاع الدماغ ديالك والذاكره كتمشي. كتقول لي لا دوك شويه المعلومات لا، راه ما كاينين، غير مبلوكيين، غير محبوسين بالخلعه. خص الخلعه تمشي باش يبان كلشي. وهادشي عشناه. كتكون كتفوت ديك ربع ساعه 10 دقائق، كتبدي تشوف تيبانو بحال عينيك كتحلوا، بحال الضبابه كتمشي. اولا كتبدا في التمرين الاول صافي كتدخل في قلب ديال الامتحان، صافي كتولي كتجاوب على شي حاجه، وكتجيك الخلعه فاش كتسمع ديك 30 مينوت ولا 15 مينوت ولا 10 مينوت، الخلعه تدخل عاوتاني كيمشي لك كلشي. دونك اول يعني عامل خصك تنتبه منه في الامتحان هو الخلعه. غادي تقول لي كيفاش غادي نواجه الخلعه او الخوف. كاين بزاف ديال التقنيات، ولكن خصني نعطي فيكم هو الاول واحد الحاجه خصكم تنتبهوا ليها. عمركم ما تدابزوش مع الخلعه، عمرك ما تدابز مع الخلعه، لان الا دابزتي معاها يعني واجهتيها تقول ناري فيها الخلعه، انا ما خصنيش نتخلع، علاش انا كنتخلع، انا هادشي كثير، انا تخلعت بزاف ولا تشوف هذه، انا ما كنعرفش ليها، انا ما نقدرش نجاوب عليها، انا هذا السؤال ما قدرتوش، انا هذا الشيء ما كنتش طلعت عليه. كتولي كتنمي في ديك الخلعه. هزك الماء، تسنى شي نص ساعه باش تبرد. بانيك فاش كتدخل عادي 5 دقائق 10 دقائق الاولى، قرا في الامتحان، جلس شوف، ما تشوفش بزاف لأنه اسيتي الله يسحبو كتقلب باش تنقل. وانا نعطيك تقنيات احسن. غير اول حاجه ما تواجهوش الخلعه، خليها راه عاديه. ونقول لكم واحد الحاجه، الانسان تيخاف غير من الحوايج اللي مازال ما وقعوش، وحنا كنخافوا ما نمشيوش لذاك الامتحان، اصلا مازال ما دوزناش، يلاه بدينا فيه. دونك الا كنتي خايف انك تسقط، عرف راه مازال ما سقطتيش، راه باقي انت كدوز او انت كدوزي الامتحان. دونك هذا اول مساله خصنا نعرفها بالنسبه للخوف. نهضر على جوج عواطف، كاين الخوف والسرعه، الثقه في النفس. بزاف ديال الدراري والبنات خصوصا الدراري عندهم مشكل في الثقه في النفس، ماشي ناقصه، زايده زياده في الثقه في النفس تيكون في الامتحان تيخلق سرعه. وغنقول لكم هنا شنو هو الفرق بين الكسول والمجتهد. بين الكسول والمجتهد في العاطفه. وتعرفوا ان المجتهد اول حاجه ما تيعانيش من هذا الشيء، تيلقى وسائل باش يخرج من الخوف. دونك اشنو كيفاش غنواجه الخوف؟ اولا الخوف اللي فيزيك، يعني عاطفه اللي هي جسمانيه كتبان في الجسم. دونك الا قدرت تواجهها في الجسم ديالك مزيان. اول حاجه كتحيد الخوف هو التنفس العميق. تنحس راسك ارتاحيت،
غير التنفس. علاش؟ لانه الخوف كيجيب لنا ادرينالين، واحد الهرمون سميتو الادرينالين. الناس اللي داروا اس في تي او اللي عزيز عليهم لا بيولوجي في الليسي راه يكونوا عارفين اش كنهضر. الادرينالين الدور ديالها انها كتسرع في التنفس. علاش؟ لانها كتسرع في دقات القلب. علاش؟ لان الدماغ خصو يوصل الدم خصو يوصل بسرعه للدماغ باش يتحرك الواحد. ولكن حنا في الامتحان محتاجين ديك الحركه بزاف، يعني الطاقه كثيره خصني نشدها ديك الطاقه ونصرفها في ديك الساعتين او ديك الساعه او ديك 3 سوايع. دونك خصني نصيفط للدماغ ديالي واحد الرساله جديده باش نقول ليه كالم توا راه با بروبليم دير كالم هذا خلينا نبداو راه ندخل في الامتحان. وباش نقول لي هذه الرساله وهذه الرساله هذه تقولها لي بالتنفس. راه كيفاش كنتنفسوا بالكرش، ما كنتنفسوش في الصدر. بزاف الناس كيتنفسوا في الصدر وهذه الطريقه خطا للتنفس العام. من بعد معليش عرفتي التنفس راه علم بوحدو وغاديش ندخلوا فيه، وانما غادي احسن شيء تحط يديك على كرشك وفاش كتاخذ النفس كتنفخ كرشك ومن بعد فاش كتخرج النفس كتدخل كرشك. هادو شحال مره كنديرها كنديرها 3 4 مرات 5 مرات وحتى دير صداع حيلا جالس في الحمام وكتنفس لنا عاد جلست شويه وتتنفس 3 4 5 مرات وراه تو سويت غتحس براسك راه صافي تكالبيتي. ثاني حاجه هي لا بوستور ديال الجسم. كيفاش تكون جالس؟ الجسم عنده واحد القدره باش انه يتاقلم مع العواطف ديالك. يعني الا كنتي مثلا جالس بحال ولا دايرها ما يمكنش في هذا الموقف هذا نكون فرحان، ما يمكنش نديرها وضحك ما جات ما كاينش تناسق. دونك الا بقيت انا هكا واخا ما يهمش على الواحد، واخا نبغي نشط ما غنشطش لان اصلا الجسم ديالي شاد هذيك العاطفه بهذاك الوضع. زعما تقول شنو غادي ندير؟ غنربط يديا غنبقى جالس مزيان دائما ساعتين. عندي ساعتين كتمثل كيفاش كتمثل؟ تبقى جالس مزيان كتخرج شويه صدرك كتفت يكونوا يعني مستقيمين، لا كولون فيرتيبرال تكون مستقيمه. مره بعد مره تهزور ترجع على رجل حيت ترى هو المدير وتراك فاهم وراك استاذ. هاد المسائل هذه واش كديرهم في الجسم ديالك واش كديرهم في الجسم ديالك انت الجسم ديالك تيصدق الكذبه. هي ماشي كذبه، هي واحد التقنيه كتستعمل تصدق انه راه فرحان وما يقدرش يجيب لك عواطف ديال الخلع. والواحد كيحس ثقه في النفس مباشره وتختار الحاجه. غنهضر على المشكل ديال الثقه في النفس واحد شويه، هذاك الاخر اللي هضرت لكم عليه. لكن دابا غنبقاو في الخط. ثالث حاجه اشنو تتقول مع راسك؟ اشنو تتقول او شنو تتقولي مع راسك؟ راه اي حاجه الانسان تيقولها مع راسو كتاثر فيه. الا قلتي لا غادي تسقط غادي تجيك الخلع مباشره. ومنين جات ديك الخلع؟ من ديك لا سوربريز بعد سوربريز. كاينش مفاجات في الامتحان. دخل وانت واثق كنتي واثقه ان داك الامتحان راه راجع فيه، راه يتعطى لك هذاك الامتحان في الدار والله تجي فيه المونتاج. جو سوي سيغ سيغتان غادي فيه نقطه. ما تخليش الخلعه تفرق. ما خليش هذه ممكن عرفاش ويلي صافي واحد كيكبر. هذا المشكل تيكون عند البنات اكثر من الدراري باسكو حيت الدماغ ديالهم ماشي حال ديال الدراري. نقول لكم المشكل تيكون عند الدراري وكاين بزاف عند البنات. السبب هذا ما تيكونش عند الدراري، تيكون حتى عند الدراري. كيهول الواحد ما عندناش الافكار كيكونوا بزاف متلاصقين مع العواطف عند الناس اكثر من عند الدراري. ف ردوا بالكم لهذه نو ديما تقول ما عادي علاش خلنا غادي يجي خير غادي يجي. ما تعرفش هذه واحد الشيء غادي نعرف ليها غادي نلقى ليها حل. هذه التوري كاع ما قريتش هذا الشابيت بون ماشي مشكل ان شاء الله غادي ندرك الموقف غادي نجاوب شي حاجه غادي صبر راسك. ما تهضرش تقول شي حاجه اللي غادي تزيد تخلعك. وياك تشوف شي واحد ما الا كانوا دابا ما كيكونوش بحال هكا كندوزو مع الدراري ديال والبنات ديال القسم ديالنا وديال الليسي ديالنا. دابا نتوما هذا النظام الجديد وليتو كدوزو في واحد القسم ما تتعرفوا حتى واحد. وياك تشوفوا شي واحد مخلوع يقول تشوف لا هادو خايبين. وبزاف تنعرف الدراري تيديروها بالعادي وبنات تيديروها بالعادي باش يخلع. خصوصا دوك الناس اللي تيبغيو يشوفوا وحدهم بحال الا النقاط كيتفرقوا. لا
مابقاوش ديروها، ولا شاف شي واحد ما ديهاش فيه، ما تشوفش فيه، لان غادي يجي يجبد المحبط وغيخلعك اكثر. دونك غادي تفاداو المساله هذه، ضحك كذا كاع يقول لي صافي وفهمي مابقاش تشوف. النقي الا جبتو الحلوزه وهذا انا ما كنعرفش هذه المساله هذه، انا نوريكم كيفاش تنقلوا، شنو احسن طريقه باش تنقلوا، شنو هو النقي ديال بصح اللي خصكم ديروا، واحسن طريقه ديال النقي مي ديال الحلوزه وتجي هزك الماء غتكون فيك الخلعه. انا ما نقدرش نضمن لك ديك الساعه انك غادي تفادى الخلعه، لان داخل بلا ضروب الكاسين، فغادي تخربق. وإلا كنتي اصلا ما واش تنجح وكنتي غير بغيتي تغامر، راه غامرتي بالامتحان، ما بقيتيش غامرتي بالنقطه، حنا غامرتي بالامتحان. كان دوك هذا الموضوع ما كنهضروش عليه الناس اللي كيجيبوا الحلوزه ولا. شوف وقضيه اخرى، كاين اللي تيراجع كلشي تيبقى ليه شاد درس واحد، ولا تيبقى ليه شويه، ولا تبقى ليه اون فورمول ولا جوج تيحرزها، مصيبه كيحرزها. الا غتحرز حرز كلشي، حرز الماده كلها وما تقراهاش ودخل غامر 100%. مي تكون مراجع 90% ودخل ب 10% ديال الحرز ومخلوع وكتنقل، خطا. هزك الماء غادي تغامر على والو. ونفس الشيء بالنقي في القسم، الا كنتي غتجاوب على مجموعه ديال الاسئله ومراجع، ما تغامرش تسول واحد ولا جوج وتصدق جايبها في راسك وصدق نقل وشاف الاستاذ وما شاف. دونك هادشي حتى هو تيجي بالخلعه، حيدو عليك. ثالث حاجه سبور، رابع حاجه ورابع خامس حاجه سبور في البيريود ديال الامتحان احسن شيء. ويا ما عنديش الوقت، لا هذاك الوقت خصك دير فيه سبور لا مارش اللي قبل الامتحان. ما تقراش بزاف، هادشي كاع بزاف ديال التلاميذ كيعرفوه، والاسرار ديال المجتهدين في الحقيقه. ما تقراش قبل الامتحان، النهار قبل الامتحان ما تراجعش بزاف، با نوي بلونش، داكشي تخربيقات نوي بلونش باش تجي في الصباح. اللي دارها مره ولا جوج ولا عنده ديك القدره، حالات خاصه جدا اللي يقدر يدير نوي بلونش ويجي يدير الامتحان. كلشي تيجي مخربق. علاش؟ هادشي الا درتوه وجيتو الامتحان غتكون فيك الخلعه المرضيه، لان تيكون الوقايه النفسيه ديالك تكون ضعاف، تكون منهك، تكون فيك الارهاق، وذاك الارهاق تيخلي اي شيء يزعجك، اي خوف يزعجك، يجي الاستاذ يغوت عليك واش درتي تخاف من الاصابه كما تخاف من الامتحانات كاملين. دونك هادشي تفاداوه، هادشي راه نهضر عليه من بعد في اطار ديال كيفاش الواحد يوجد الامتحان. هذا واحد. دونك الخلعه قلنا بطريقه جسمانيه. وثالث حاجه او سادس حاجه التفاؤل. شوف داخل الامتحان دابا لعب باش تربح، باش ما كان لعب باش تربح، لعب دائما باش تربح، ما تلعبش ما جاش باش تخسر، ما جاش باش تفشل، ما جاش باش ما تنجحش، ما جاش باش تضيع، لا جاي باش تنجح. دونك اوكي مادام جاي باش تنجح صافي، هو انك تنجح. وغالبا الدراري اللي تيجيبوا البنات اللي تيجيبوا 10 11 راه قليل، شوفوا قليل اللي تيجي مثلا 10 دائما ويجيب 8 او 7. الا وقعت لي شي مشكله والله يحفظ، وقع لي واحد ارتباك ولا مشكله عائليه وهذا، ولا كيجيب 11 كيجيب 11 من بعد، اللي كيجيب 12 كيبقى في 12. هذا سر، هذا ما تعرفوش. تنقول بزاف من الاباء اللي تيبرسوا اليوسف مع ولادهم، راه ما كاينش اللي كيدير طوره في القرايه وخصوصا في الباك، قليل. ماشي باش نحبطكم او باش بوغ فو راسيور، باش يعني نطمئنكم، راه قليل اللي تيطيح 3 4 نقط اولا كيزيد 3 4 نقط. بزاف كيزيدوا، راه ماجورتي كيزيدوا، ولكن راه ما تخافوش، انت كتجيب دائما واحد لا نوطري اللي غتجيب اللي كيعصب هو اللي كتشوف كيجيب 15 مخلوع في اختي الحلال. اش في 15 غتجيب على 15 كون مخلوع باش تجيب اكثر، ما كاينش مشكل، ولكن ما تخافش بزاف. هذا غير حيت بغيتي تجيب اكثر، اللي كيجيب 10 غادي يجيب 10، اللي كيجيب 12 غادي يجيب 12، اللي كيجيب 13 غادي يجيب 13. قليل اللي تيكونوا فوارق في النقط. وعارف هذاك راسو اللي دار ثوره، عارف انه دار ثوره. علاش؟ لانه قرا بواحد الطريقه مختلفه، خذ قرارات مختلفين، بدا كيراجع بواحد الحدو بالعام، ولا وقعت له مشكله يعني غيكون غير في النمط ديال القرايه ديالو. ما حنا كاملين غتشوف. انا اي واحد كيجيب لي كنقول له غندير الشوافه ديال الامتحان عادي، كتجيب كاع النقاط ديالو كدير لك كدير واحد المنحنى تيبان لك كاع لي ماتيغ راه كنبقاو. اللي كتجيب فيها لا ماتيغ 14 راه تجيب فيها 15 او 16 او 13 او 12. اللي كتجيب فيها 7 راه تجيب فيها ديك 10 او تجيب فيها ديك 6 او 8 او 9. اباغي لا فريمون قررتي في ديك الماده او في هذاك العام
دير واحد لا ريفوليسيون، تغير الطريقه النمط ديالك، وهذه باينه اللي غيرها راه كيكون عارف وراه صافي راه بدا حياه جديده. اغلبنا راه كنبقاو في نفس النمط، دونك ما حدكمش هادشي عادي، ما يبقاش لكم الحال. اللي شاف راسو ما يقدر ما يدخلش شي مدرسه ولا هذا عادي، راه عنده حل. واخا ان شاء الله الا كان حسب الفرصه نقدر نهضر على التوجيه وكيفاش تعاملوا مع التوجيه. ما تخافش واخا تجوج 10 بغيتي دير ميديسين راه تقدر دير ميديسين اللي عاحل، ما كاينش داك واسع شفت 10 ما نقدرش ندخل لدوك لي زيكول الكبار. هذاك الشيء غير النظام بعض المرات النظام ديال التعليم ديالنا بعض تيوهمنا بلي راه ما كاينش بوسيبيليتي، ما كاينش امكانيات. لكن اي واحد بغى يدير اي خدمه يديرها، واخا الله يجعلو يطلع الصاروخ غيطلع. كل الطرق تؤدي الى روما، وهذا بين قوسين بالنسبه للتوجيه. نرجعوا للخط. دونك هادشي تنقولوا باش يكون عندك الامل وتكون تشجع، وما تسمعش لوالديك اللي تيقول لك لا انت كتجيب دابا 11 العام خصك تجيب، اولا هاد الدوره خصك تجيب 15 اولا 16. سي دور قليل تيدير هادي، وغالبا خصك تكون عندك فريمون واحد شي حاجه وقعت لك في حياتك تبغي تغير كومبليتوم، مي غالبا ما تيكونش وعادي. ما نطلبش دير اكثر. دونك هادشي خصك يكون على بالك باش تعرف راه انت عندك واحد المستوى راه خصك توصل. ابخي اللي كان كيجيب 8 اولا 7 الا ما غيرش الطريقه ديال الخدمه ديالو يقدر يعول على الدوبلاج. قليلا انا زعما غادي تكون متشائم بحال هكا، ولكن خصك تقبلها باش تخدم احسن. الا ما كنتيش تقبلتيها باش تخدم احسن تقدر تكون كتضحك على راسك، تقول غادي تنجيب 8 ولا 7 وهذا العام غنجيب 14 ولا هاد الدوره في هذا الامتحان غنجيب 14. راه ممكن ما تنقولش امبوسيبل، ولكن راه هذاك اللي غيجيب 14 هو تيجيب 8 عارف غيجيب 14 لان تلقاه ولا شخص اخر في طريقه الخدمه ديالو. دونك ما تنهضروش في هذا النطاق هذا. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا الخوف. دونك الخوف هادو التقنيات ديالو اللي خص الواحد يعرف كيفاش يتعامل معاه. وغالبا انا ما تنقولكمش ما تخافوا، هذا خطا. ما نقولش انا ما نخافش، خاف لا خصك تخاف شويه وتجيك الخلعه ما تدوش ديك 5 دقائق. ولكن الا كنتو كتخافوا بزاف ما تقراوش الورقه في ديك 5 دقائق الاولى. كتبوا الاسم ديالكم، جلاس، نفس، جبتي قرعه الماء شربها، الماء مزيان غادي نهضروا عليه من بعد على الاكل وهذا. تجيب القرعه الماء تشرب شويه، تجلس تو ريسبير، تو الموند سانستالي كلشي، واستاذ تشوف فيه شويه، تبرقك في القيس، انت تبرقك شكون اللي معاك، واش كتعرف شي حد ما كتعرفوش، حتى كتهدا حتى تشوف كاع الدراري بداو تيكتبوا 5 دقائق. الا ربحتيها من النفسيه ديالك القاده ماشي مشكل، صافي تبدا تهز ديك الساعه والقا ديالك، تتوكل على الله. بغيتي تلقى شويه القران تقراه، شويه الادعيه الا درتيهم بزاف. كلشي هادشي تتفكر في الاهداف ديالك. تحمد الله حيت جيتي وصلتي لهذا المستوى، وصلتي للباك. كتحمد الله على النعمه اللي عطاك، على انه وفر لك مجموعه الوسائل. كتطلب منه انه يوفقك. كلشي هادشي ان شاء الله تيعاون. واخا ما كنتيش كتصلي ماشي مشكل، ماشي تعرف ربي مره واخا حتى وقت الامتحان ربي راه ما تينساناش دايما. حتى حنا في الليسي ما كناش تنصليو دايما، تنصليو وقت الامتحان عادي. الا كان الامتحان فرصه انك تقرب الله ماشي مشكل، وتقرر انك دير شي حوايج اخرين من بعد، اولا دير شي توبه كاين اللي تيدير توبه وقت الامتحان. بون هذا ماشي مشكل. ليسونسيال انك تحس مزيان في الوقت. ديك 5 دقائق الاولى ما تفوتش. الا ولات كتفوت 30 دقيقه ديال الخلعه راه خصك تراجع نفسك، فريمون خصك تراجع نفسك. علاش كتخلع بزاف؟ اش تجي كتخلع بزاف؟ الا قدرتي تشوف شي اخصائي، ماشي بالضروره طبيب نفسي، وانما بسيكوثيرابيست يعني مرافق نفسي او مدرب، تقرا شويه على الخوف، من تيجي الاساليب ديالو، نفسيه الخوف، كتاب سميتو التعايش مع الخوف. غادي تقدر تفهم راسك، لان هادشي غيبقى معاك ابخي من بعد. والدوماج ماشي كتولك ديال لانوت ديالك على قبل الخوف. هذا واحد. دونك الخوف. كاين العاطفه الثانيه تتكون انا اللي كانت كتكون فيها بزاف ديال الثقه في النفس. كومون انا تنخاف كيفاش غادي تكون فيها الثقه في النفس في الامتحان. هذا البعض ديالها تكون فيه، ماشي كلشي، تتكون بزاف في الدراري اكثر من البنات. هي تدير الامتحان، تكتب، تتجاوب وما تراجعش الورقه، تتكون زربان ما تراجعش الورقه. وباش كتجي القسم تتخرج من الامتحان تكون واثق من نفسك، هذا السؤال جاوبتي عليه، هذا السؤال جاوبتي عليه، هذا السؤال جاوبتي عليه، وفعلا جاوبتي على هذه الاسئله هذو. ولكن
كتلقى راسك ما جبتيش نقطه مزيانه وكتفقس، او كتلقى راسك نسيتي واحد ناقص اولا واحد المعلومه باش ديتيهاش مزيان، ولا جاو واحد السؤال وهذا يا ما وقعت ليها، كتقرا سؤال كتفهم شي حاجه اخرى من داك السؤال وكتجاوب شي جواب لا علاقه بداك السؤال. والمشكله الفضيحه خصك تكون عارف الجواب ديال داك السؤال اللي كان مطروح. مشكله كوزا تمشيو النقط بزاف، وهذه سميتها السرعه التسرع في الامتحان. علاش؟ حيت العاطفه ديال خصني نسالي بكري، خصني نقادي بكري، خص بقاو لي اسئله اخرين تنمشيو مع لا ناقص، خصني نجاوب على كل شيء، وكنساو انهم ماشي تجاوب على كل شيء هو الاهم، ولكن تجاوب صحيح على داك الشيء اللي ديجا جاوبتي عليه. فهذه تتوقع بزاف، ناقشت انا واحد الاستاذ بوخالد تتوقع بزاف خصوصا الدراري، علاش الدراري تيكونوا متهورين اكثر من البنات، ما تيكونش لا ميفيونس، ما تيكونوش يعني تشوف حتى في الحياه اليوميه العيالات في السوقان ديالهم تيراقبوا اكثر، تينتبهوا اكثر. الدراري اللي ما تيكونش عندهم انتباه اكثر، دونك تيمشي تكون واعر تجاوب ولا تكون حتى عندك تجاوب وتلقاه النص ديال الاجوبه ديالو خطا وتخرج تيتفقس. شوف علاش انت عارف وتلقاو دوطخ زيكسكيوز. دونك هذه كيفاش غتواجهوها؟ لازم تعلم. ابغي نهضر على كيفاش تعلم برا الامتحان، ولكن وقت الامتحان لازم تبزز على راسك تراجع الاجوبه ديالك. مثلا بقات لك 10 دقائق بقاوك جوج اسئله ما جاوبتيش عليهم وعارف الجواب ديالو ومازال ما راجعتيش الورقه ديالك، اشنو دير؟ جاوب على الاسئله ولا تراجع الورقه ديالك؟ انا فاش كنت كنقرا كنت كنجاوب على جوج الاسئله وفضيحه، حتى دوك الاسئله اللي كتجاوب عليهم تقدر تخلط فيهم. راجع الورقه ديالك، راجع الورقه ديالك، هادشي عرفتو من بعد. وهذا هو الفرق الثاني ما بين المجتهدين والكسلاء في الامتحان. ترجع الكسلاء اللي تيقراوش، اللي ما كيجيبوش نقاط مزيانين وهما مساكن تيقراو، هذا فرق كبير بين اللي تيجيب نقاط واعرين وما تيجيبهمش. هاد الاخطاء لان دائما تيكونوا تنقولوا لي فوت ستوبيد، تقول لي فوت ديال الحماق، لانك تعرف الجواب. دونك لازم تغلب على هذه العاطفه ديال السرعه والثقه الزايده في النفس وتراجع. جاوبتي راجع، ماشي احيانا الاساتذه كيعطيونا واحد النصيحه خطا تيقولها لنا بالمقلوب، جاوب في الوسط عاد جاوب في الورقه. ماشي دائما هذه، الا كنتي واثق من الجواب جاوب في الورقه مباشره، باش تضيع الوقت في الوسط. عاد نشوفها في الدراري وفي البنات ملي كنقري تلقى اسئله باينين تيجاوب عليه في الوسط باين يعني ما تحتاج تغلط فيه او لا تجاوب عليه الجواب صافي باين جاوب عليه في الورقه. ولكن وياك ما تراجعش، راجع الا لقيتي شي خطا صلحو ولا عاود اكتب فيه، لان خصوصا في المواد العلميه وفي بعض المواد الادبيه تكون لا كونسين السؤال تيكون شويه فيه ان بياج، تيكون مختلف على داكشي تيسحابو. دونك انا خصكم لازم تراجع الاوراق ديالك دائما، اللهم تراجع داكشي اللي جاوبتي عليه وتخلي شي اسئله ولا ما تجاوبش على او لا تجاوب على بزاف د الحوايج وكل شي خطا. هذه واحد. وما كنا كنخافوا حنا نتجاوب، ما كتجاوب على السؤال الاول وداك السؤال الاول طبيعي ماشي 9 الاسئله كلهم تعلق في السؤال الاول وتتخاف تكون غلطي من الاول. بحال دوك اللي تيخافوا مريض تيخاف يمشي عند الطبيب يعطيه شنو المرضى اللي فيه، تقول لي راه الا ما مشيتيش راه تزيد تمرض، كتقول لك ولكن انا خايف يقول لي راه فيها شي حاجه خايبه. والله ما تعرفوا تواجهها نفس الشيء، الله ما تعرفي راه غلطتي واجهوا عاود الورقه ولا دير لقى لك شي حل احسن من انك تولي تجاوب على جوج اسئله اخرين ولا على تمرين اخر الوغ كو هذاك اللي كنت كتعرف ليه مشى. فهذا الثاني حاجه اللي خصكم تنتبهوا منها وانتم كتجاوبوا في الامتحان. دونك هادو هما جوج العواطف اللي تيكونوا، تيكونوا عواطف اخرين بحال كثرة الفرحه، يبان لك الامتحان ساهل تفرح وتيرمون كتفرح كتخرق لك عقلك. الا فرحتي بزاف مشكله، ما خصكش تفرح بزاف باغي فوس كالمي وغتدخل قليله غير فوس كالمي تهدى. شحال من مره وقعت لينا خصوصا في المواد الساهلين كتوقع تكون مواد ساهله، مثلا مره كاين كتجي لونجلي ساهله ولا المات ساهل ولا اللغه الفرنسيه ولا الفلسفه ولا اي شيء ماده تكون ساهله ولا ماده الثانويه تكون ساهله تيرمون ساهله ما تيجيوش فيها المرضى. تيقول لك ما يمكنش، الاساتذه كيستغربوا كيفاش تجيب 18 19 17 ودابا زبطتي جبتي 11 ولا 8 ولا 7. فرحتي بزاف ما كنجيش تفرح كالمو ونص كالم توجور
وريسبيري باش ما العاطفه ديالي تكرمات، باش ما العقل ديالي كيرجع، باش ما العقل ديالي تيميز. ومن بعد الا كنتو خايفين كاين تقنيات اخرين على كيفاش نتذكر، كيفاش ما ننساش، هذا غادي نحاول نهضر عليهم شويه من بعد. دونك شفتو كاين بزاف اللي يتقال، هادشي غير جزء على الخوف وعلى العواطف ديال الفرح وبعض العواطف الاخرين ديال بحال ديال الثقه في النفس. دونك هذا جزء في الامتحان. ها انتم رجعتوا، ها انتم ضبطوا الماده، ها انتم شديتوا فيها مزيان، يجيك الخوف يمشي لك النص. وغالبا مجموعه ديال الاسئله كيمشيو بالخوف او كثره الفرح او كثره الثقه في النفس. دونك هذا الشيء خصكم تستعدوا ليه بهذه التقنيات، وعرفوا كيفاش تستعدوا ليه بالله. كاين العامل الثاني اللي غادي نهضر عليه ومنه غادي نرجع للخوف. العامل الثاني هو ديال الوقت. الامتحان، الفرق بين الخدمه ديال الدار ولا بريباراسيون والامتحان هو الوقت. ما كاع في التمارين اللي كيتعطاو ساهلين، ولكن كاين ساعتين في الدار عندك نهار كامل كتجاوب عليهم في نهار كامل، او كتاخذ وقتك، او كتجاوب على سؤال جوج كتمشي تدور وترجع تجاوب على اسئله اخرين. دونك لازم تستعد للوقت، لازم تستعد للوقت. غتقول لي كيفاش؟ تخي بيان. هنا ما غاديش نهضر على تقنيات داخل الامتحان، تقنيات داخل الامتحان باينه. ما خصكش تجاوب على الاسئله اللي كتعرف لهم هو الاول، ما خصكش تدوز بزاف ديال الوقت مع الاسئله اللي ما كتعرفش لهم الجواب. جوج. ثالث حاجه، ما تسناش الاستاذ يقول لك 30 مينوت 40 سكوند من الاول ملي تبدا الامتحان. غادي قليل تعرف هاد التقنيه، ما عرفتها حتى الاخر. من الاول كتهز داك الامتحان، كتشوف التمارين، كتقرا كلشي الامتحان، خصك ديرها تقرا كلشي الامتحان. من بعد 5 دقائق ديال الخلعه، ما تقراش وقت الخلعه لان تلقى ما عرف فيه والو، حتى تاخذ 5 دقائق او قرا 2 مرات، قرا المره الاولى بعد الخلعه ومن تكون قرا المره الثانيه. غتخصص الوقت. عجيب، غتخصص الوقت. غتقول هذا التمرين غنعطيه 15 مينوت 30 مينوت الماكينه قدامك، غتقول غنعطيه 30 دقيقه، الا ما ساليتش 30 دقيقه غندوز. عجيب، هذه زوينه. علاش؟ لانه الا الدماغ ديالك عطيتيه واحد الوقت محدد باش ينجز واحد العمل كينجزو. هذا اسمها لا لوا باركنسون، قانون باركنسون. الا لا طاش عطيتيها اي تمرين او اي طاش عطيتيها واحد الوقت كبير، هذيك لا طاش كتاخذ الوقت كامل. الا عطيتيها واحد الصغير في واحد الوقت صغير كدار في ذاك الوقت الصغير. دليل، الا عندكم بزاف ديال الخدمه ما يتراجع بزاف ما ديروا، كديروا كلشي وقت قليل. الا عندك تمرين واحد في النهار يومين ما كديروش، الويكاند كامل كتبقى كتخلي حتى اخر دقيقه، حتى الليل ديال الحد ما كديرش. واحد التمرين واحد وعندي الويكاند كامل وما درتوش. الويكاند اللي فات كندير خدمه كثيره ودرتها وسط السيمانه وساليت. منين جات انه الوقت اللي كتعطي الحاجه، هذيك الحاجه كتدخل في هذاك الوقت. الا عطيتيها الوقت بزاف كتاخذ هذاك الوقت بزاف. ديري تعطي يومين شي تمرين صغير تجلس فيه يومين، ويلا ديرو وتعطيه نص ساعه ديرو في نص ساعه. دونك في الامتحان ديروا نفس الشيء. واحد حتى في المراجعه ديالكم من بعد ملي غنهضر على تقنيات المراجعه حتى هي خص دائما ما تخليش التمرين يفرض عليك واحد الوقت، ما تخليش الامتحان يفرض عليك واحد الوقت. لا، تقول بون غادي كاع الستيلو وفي الورقه تقول نبدا تشتت الوقت ديالك على التمارين ديالك على حسب الصعوبه ديالهم والسهوله ديالهم. نقول هذا 15 دقيقه، هذا 30 دقيقه، هذا 20 دقيقه، وكتفرق له وتحط المكانه وكتبدا في الاول تشوف كيبقى لك 5 دقائق 10 دقائق، تولي كتسرع اكثر، كتولي عوض هذاك التمرين خرج لك على الوقت تكون انت دخلتيه في الوقت، ولاتي دخلتيه في الوقت. وهذه التقنيه واعره لانه ملي كتشوف ما كتسناش على الاستاذ داخل عندك 30 مينوت 15 مينوت، هذه ما كتقبلاش. ما تخلوش الاستاذ الحادث يخلعكم على الوقت. حط مكانه قدامك، حطها قدامك، جيبها، ما عندكش جيبها نهار الامتحان حطها وصرف الوقت ديالك بوحدك. هو يقول 30 مينوت، عارف راه قبل ما يقول 30 مينوت كنت كنشوف فيها وانا عارف اصلا راه عندي التقسيم ديال الوقت ديالي. وإلا فتو بزاف الوقت على ذاك التمرين صافي خليوه رجعوا لحال شي تمرين اخر. وفاش وانا في التقنيه علاش كتصح هذه؟ ملي كدير التقسيم ديال الوقت لكل امتحان كل تمرين كتخليك 15 دقيقه شايطه ديال هذوك التمارين اللي الاسئله ما يعرفش لهم الجواب. يعني التمرين، شوفوا عندك تمرين او عندكم امتحان في ساعتين، قلتوا بعد الامتحان في ساعه الا ربع، في ساعتين الا ربع. هذا الامتحان في ساعه عندي في 50 دقيقه، عندي امتحان في 3 سوايع انا عندي في ساعتين ونص. كيفاش ساعتين ونص؟ بارك الله.
وكدير تقسيم على ساعتين ونص، بحال ساعتين ونص هي لفه الامتحان وكتستريسي راسك، كتولي تعرق وعاد تستريسي بحال راسك كتسالي، واللي كتسالي كتشوف ساعتين ونص كدير بقات لي نص ساعه بس دابا ساليت جهدي ودرت السرعه ديالي كلشي فيها سوق السرعه ما تفوتش عاوتاني التركيز، ما تكونش ديك الخلعه اللي او ديك السرعه اللي كثيره، تجلس وتتراجع شويه بشويه 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 تكون التوقيت ديالك خدمتي. هذه في وقت الامتحان. دابا خليو هذا الشيء كيصلح لوقت الامتحان. كاين نسيو نصائح اخرين اللي هما ما تاكلوش بزاف ديال السكريات، كانت خطا كنت كديرها بزاف، كيولي حمروا اليدين الصوت كيطلع بزاف. نو ما تاخذوش بزاف السكريات لانهم كيتهضموا وبسرعه وكيخلقوا واحد الاعياء، كتسخف من بعد كتجي تسخفه، تجي تسخفه مع ديك 11 ديال الصباح ولا كيضرك راسك من العشيه، يعني سو ميتابوليزي ترو فيت. باسكو تاخذوا بزاف لي فروي سيك، اللوز، الكركاع، لي فروي، التفاح لو فيهم الماء وفيهم شويه السكر، داك السكر ديالو مزيان. الصباح تفطروا الخبز بالزيت، زيت العود احسن فطور اللي تقدر فيها، ما تاكلش احسن فطور بالنسبه للامتحان لان داك الزيت تيبقى وما تيجيناش الجوع بكري. خذوا شي حاجه ما تهضموا في وقت الامتحان. بون يبقى ماشي مشكل ياخذوا شي بسكوي ولا شي حاجه، لي بسكوي مزيانين ما فيهمش الشوكولات مزيانين، كاين شويه ديال الشوكولات مزيان. الا حسيتوا بالكآبه حسنا لا خذوا الشوكولا نوار، الشوكولا نوار فيه مغنيزيوم مزيان. بدون تاخذوا لي فيتامين سي خذوهم. هذا الفاني ديال لا ميموريزاسيون داكشي حيدوا عليكم، غير بول ودوك المنشطات حيدوا عليكم، تيسخف داكشي تيسخف، يعني تيخرج لك واحد الطاقه اللي هي جسمانيه. الدماغ ما بغاش الطاقه الجسمانيه، بغا الطاقه ديال العقل. والدماغ راه كياخذ الطاقه شويه بشويه، ما كيحتاج هو بزاف ديال السكر. واحسن شيء الماء لازم الماء، لان الدماغ تياخذ بزاف ديال الطاقه وتياخذ بزاف ديال الماء من الجسم، لان الطاقه تجي من الماء. دونك تنشحفوا وقت الامتحان وما كنحسوش بلا كنشحفوا. ودونك فاش ما كتشربش الماء الجلد ديالك تيقصح وتتولي تيكون فيك واحد الاعياء، تكون داك الحمض البيروفيك تضعفوه، لاسيد بيروفيك تتجيب لا فاتيك، تدخل بالليل تيكونوا عينيك منفوخين كيبغيو يدمعوا، راسك ثقيل ما كتقدرش تراجع مازال كتبغي تنعس. هذا الشيء كيتفاداوه بالماء بحال شي واحد سبورتيف. الا ما كيشربش الماء تيعيا دغيا. دونك لازم الماء. طبيعه الحال كونوا لابسين مزيان، ما تكونش لابسين شي حاجه جديده كديرونجي. حاولوا تكونوا ضاحكين، دائما ضاحكين، دائما الابتسامه. واخا كتضحك بزاف ديال النكات في الصباح مع الدراري. ما تهضروش بزاف على القرايه، خليو عليكم ديك حلول الدفتر قبل ما ندخل الامتحان، صافي غير ندير ما تتشد والو في ذاك الوقت. عندكم شي حاجه بغيتو تشوفوها قبل الامتحان، واحد لعب في شويه شوفوهم دغيا تك تك تك، شوفوهم وحيدوهم عليكم، ضحكوا، تمشاو. الا كنتو قدرتوا تمشاو مزيان. بزاف ديال الاباء تيجيبوهم والديهم من المدرسه نهار الامتحان. خايبه هذه القضيه، خايبه. تتحس بواحد الا ما كنتيش منوفي يجيبوك والديك احسن ما يجيبوكش. جي في الطراجي ديالك عادي، جي تمشى عادي، ما تخافش انك تعطل، جي مع صحابك جي اونكليك، ما تخلقوش ديك الهيبه ديال واو الوالد والوالده غادي يتعطلوا على الخدمه حيت تاعك الامتحان باش بون. الا نتوما عجبكم الحال ديروها، ما تزيدوش على الهيبه. عادي داخل الامتحان عادي، جلس دير الامتحان ديال ديك الساعه. الا خرجتي من الامتحان ما تفكرش باقي شنو درتي، عادي غتنسى حيت ابخي بقات لا نوت. وكما قلت لكم كلشي تيكون واجد نهار الامتحان، كلشي تيكون واجد نهار الامتحان. غير تحيد هذاك الخوف وتحيد عامل الخوف، عامل الوقت، غتعرفوا كيفاش دوزو. الو دابا كيفاش نوجدوا لهذا الشيء قبل الامتحان؟ نعطيكم واحد التقنيه واعره بزاف، تتعاون على الخوف وتتعاون على الوقت بزاف. قلت لكم في البرنامج اللي ما كانش الوقت انها تدوز. هذه الاستعداد للامتحان. كاين المراجعه للامتحان وكاين الاستعداد للامتحان، وهما الجوج حوايج مختلفين صراحه. غير المراجعه للامتحان كلكم كديروها، ولكن قليل فيكم اللي كيدير الاستعداد للامتحان. انا اللي كنت كنديرها حتى باش يلاه من بعد باش بديت الباك عاد عقدت بها وبديت كنديرها. الاستعداد للامتحان مختلف على المراجعه. المراجعه فاش كتقرا الدروس ديالك كتراجعهم، كتشوف شنو قريتي شنو عرفتي التمارين وكل شيء. المسائل تخيل شنو هو الاستعداد للامتحان. الاستعداد للامتحان كديروا بواحد الطريقه مختلفه.
اصلا نهار المراجعه كتاخذ الورقه ديال الامتحان شي 3 4 تمارين عندك ما ديرهمش، خليهم خبيهم. الا كان شي امتحان كامل ودابا كاين مكتوبه فيهم الامتحان كامل، الامتحان كامل يعني فيه دوك 3 تمارين 4 تمارين كيتعطيو في الامتحان، خبيهم عندك، خليهم حتى النهار تبدا الاستعداد للامتحان. الاستعداد للامتحان تيكون غالبا اسبوع 3 ايام 4 ايام قبل الامتحان، ما تقدر ديرو شحال من مره، ديرو جوج 3 المرات ما تفوتهاش، سينو تولي داكشي كثير. تتشوف داك الامتحان شحال الوقت فيه ياك، تنهز ورقه الامتحان كاع لقيتي شي وحده منصوبه مقاده بحال الامتحان تاعنا تاخذها، كتشوف انت عندك شحال الوقت عندك في هذاك الامتحان، كتمشي للبيت ديالك في الدار، احسن شيء ديرو بوحدك او لا مع لا كليك ديالك، ولكن يفوق سوي سيريوس تكونوا مجدين في هذا الاستعداد. تهز الورقه ديالك، تتهز بابي ديال الامتحان الا لقيتيه، اولا داك البابي مينيس داك لو دوبل ديال الامتحان، كتهز المقلمه ديالك، تلبس حوايجك ما نضحكوش، راه vous pouvez le faire بهذا المعنى هذا، تلبس حوايجك ديال نهار الامتحان. الا كنتو في الدار كتوصيو مال الدار، الا كان الامتحان من 2 ل 4 اختاروا داك الوقت 2 ل 4، الا كان من 8 حتى ل 10 اختاروا داك الوقت، فيق الصباح بكري في الدار، لبس حوايجك، قاد البيرو من البارح الليل، خوي عليك الدفاطر وكلشي، وحط فيه ديك الورقه، ديك الورقه عمرك ما شفتيها، ما فيهاش الامتحان وهذا، بس الماكره ووصي مال الدار، قول لهم عافاكم 8 ل 10 ما يتقع لي حتى واحد، غنكون في واحد الاستعداد ديال الامتحان. تليفون طفيه وغتجي مع 8 قلق قسمين اولا مع 2 قلق قسمين ولا 3 قلق قسمين. توفقتي في هذا الشيء، انا نقول لك كيما خصك ديرو بارفيتمون، نتوما ديروا كيما قديتوا، ولكن هذيك احسن طريقه. كتهز كل شيء، كتحط المكانه قدامك، كتهز الورقه قدامك وكتجلس في الدار في الصاله ولا في البيت ديالك. الا كنتو درتوه في المدرسه مزيان بوحدك اولا مع جروب، ما ديروش القسم كامل سنه ما كيعطيش نتيجه بزاف. كدير تحطوا الورقه وتتجلس وتضحك المجرات، كتسنى ديك 5 دقائق طق 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 8 اولا بديتي معطل ماشي مشكل، تتبدا في الوقت 8 مثلا طق تتبدا تدهز الورقه وكتبدا تجاوب، كتهز ديك الورقه فيها سميتك داكشي اللي مولف رقم الامتحان طاطا، وتتهز الورقه وتتبدا وتدير هذا الشيء اللي قلنا كامل لا ريسبيراسيون. الا حسيتي شويه به لو تخاك كاين اللي غيجي لو تخاك واخا هو في الدار دونك تدهز الورقه وتتبدا تجاوب، تدير هذا الشيء ديال التقسيم ديال الوقت وتتجاوب تك 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 على ساعتين. الا في الامتحان فيه ساعتين اولا 3 سوايع اولا ساعه، داك الوقت اللي عندكم في الامتحان لازم تحترمه، تتسالي ديك ساعتين تتحبس سالينا صح، وكدير في الجواب في الورقه بحال غدير الامتحان نفس الشيء كتسد داك الشيء وكتخليه. كتمشي كتجلس ساعه ساعتين، تقدر تخليه حتى العشيه بالليل اولا الغد ليه في الصباح، وكتهز هذيك الورقه ديالك وكتهز ستيل احمر، مهم هذيك كتهز ستيل احمر وكتمشي تجلس في بلاصه اخرى نفس البيت او ما كاين في بلاصه اخرى ماشي في نفس المقعد ديالك اللي كنتي فيه تلميذ، وكتمشي للبيت الاخرى وكتهز وكتحط رجل على رجل، كتهز ديك الورقه ديالك وكدير راسك استاذ، ديري راسك استاذه، تهز ستيل احمر وكتصحي لهذاك التلميذ ولا داك الطالب اللي عاد عطاك ديك الورقه، كتصحي ليه بحال الاستاذ. وانتم اختاروا غادي تكون استاذ ظريف كون استاذ ظريف، غادي تكون استاذ صعيب كون استاذ صعيب، اللي عجبك اللي جاتك على بالك وصحح تك 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 صحح. وفي الاول وجدوا الباقي ديال لي نوت، ما توجدوا الباقي قبل ما تشوفوا الاجوبه ديالكم، غتخشوا في الباقي ديال لي نوت، يعني كل شفتوا اشحال نقطه فيه وتجيبوا لك 20 على 20 باش كديو قبل وتجاوب وتعطيو الريسكوب نقطه ستيل احمر. احسن طريقه باش تستعد للامتحان، هذا استعداد ماشي مراجعه، مازال مسالياش، كتهز بعدا هي النقطه اللي جبتي. شوف النقطه اللي جبتي في هذا غتزيد لها 2-3 النقط هي اللي غتجيب في الامتحان بعدا على النهار. هذاك الشيء كنتو نديروه سيمانه قبل، ماشي الا كان ما يدارك تداركم 3 ايام قبل حتى هو مزيان. الا كنتو متمكنين من الماده، هذيك النقطه اللي جبتي في الدار غتجيب 2-3 النقط اكثر منها اولا 2-3 النقط قل منها الا كنتي من الناس اللي تتخلعوا بزاف. دونك هاي جبتي النقطه ديالك، ما تقوليش غندير بها، كاين ما يدير بها، غادي تهز ديك الورقه ديالك من بعد غتمشي للبلاصه اللي كنتي جالس فيها كتلميذ، غتمشي تحط داك الستيل الاحمر، غتخلي داك الامتحان غالبا خليو ساعه ساعتين موراها باش تخرج من داك الدور ديال الاستاذ. غتهز هذيك الورقه ديالك وغتسول راسك هذا السؤال مهم، اشنو الاخطاء اللي درت؟ انا جبت فيه صفر، انا جبت فيه صفر، انا جبت فيه صفر، هنا
عطيت مرتين نص نقطه، وغتسول السؤال الثاني راسك علاش درت هاد الاخطاء. 3 اسباب غدير لهم الاخطاء. ما كنتيش عارف هذاك الشيء، الحاجه ما كنتيش قريتيها اصلا، ما كنتيش راجع فيها اصلا، دونك خصك تمشي تراجع. باقي عندك ثغرات في المراجعه وغتستغرب، والله غتستغرب، غتلقى اغلبيه الاخطاء ما متعلقينش بهذا السبب هذا، تلقى غالبا كنتي مراجع تقريبا كلشي. النسيان وعدم فهم السؤال، ما فهمتيش السؤال او لا كنتي عارف الجواب ونسيتيه، يعني غير خصك تعاود تشوفو وتعرف علاش ما جاوبتيش على السؤال. او لا عامل ديال الوقت، ما بقاش لك الوقت مشى مجموعه ديال الاسئله، غتعرف انه هذا الامتحان طوال. داكشي علاش قلت لكم خليو الورقه ديال الامتحان باش تعرفوا شحال الاستاذ كيحط. يقول انا ما لقيتهاش، ماشي مشكل، يجمع 3 ديال التمارين من دوك التمارين ديال الكتب اللي تيكون فيهم التمارين وحلول، ولكن خص يكون ما تضحكش على راسك. التمارين ما عمرك شفتيهم، ما عمرك جاوبتيهم، ما عمرك كاع قريتيهم، باش تكون كاع ما اصلا فكرتي فيهم. داكشي نقول لكم خبيوهم لهذا الاستعداد، ما تجاوبوش على كل شيء، وسير وشوف الاجوبه ديالك وغتعرف ديك الساعه علاش كدير الخطا. تصور تولي بحال دوزتي الامتحان، ويومين من بعد ملي تصلح هذوك الاخطاء ديروا في المواد كاملين، والله ديروا في المواد كاملين، اولا المواد اللي كتحس راه عندهم معامل وعندك عليهم اهتمام، غتكون ما تشوفش الاخطاء اللي درتي شنو هما، خصك تشوف علاش درتي دوك الاخطاء، علاش بالضبط ارتكبتي هذوك الاخطاء. مزيان ملي غتشوف علاش ارتكبتي دوك الاخطاء غتمشي ديك الساعه غتعرف اشنو الاسباب اللي عندك. وإلا عاودتي هذه المساله المره الثانيه تقريبا النقطه ديالك غتزاد ب3 4 نقاط. نفس الشيء دير الامتحان نفس الوقت، لبس حوايجك، مابقاش في بيجامه، جاوب بنفس الطريقه، جاوب على الورقه وهذا، وسير جلس شويه وستيلو احمر وجاوب بحال الاستاذ، وجلس عاوتاني شويه ورجع وشوف علاش درتي دوك الاخطاء. ما كتوصل الثالث حتى كتكون وصلت لواحد النقطه كبيره، تقدر توصل 20 19 17. وشتو الا درتو دابا 3 المرات بحال تريبلي، مازال كاع ما مشيتي للامتحان. حيت شنو هو الامتحان؟ هو دوك الساعتين اللي كيعطوك وديك الخلعه وديك الهيبه وديك الورقه خصها تكون مقاده، ما نقدرش نجاوب نامبورط كومون، ما نقدرش نجاوب بالوسخ وهذا، تنكون هذا هو الامتحان. هانتي درتي المره الاولى الثانيه الثالثه صافي، درتي غير مره واحده ربحتي، درتي المره الثانيه ربحي الا دوبلتي، درتي المره الثالثه ربحي الا تريبليتي، وغادي الامتحان كدوز الامتحان المره الرابعه فيها عامل الوقت وفيه لا عامل النفسي ما تيكونش كثير، هذا تقول ما كنكونش مخلوع معاه. كنتو اون جروب ديروا اون جروب، كنتو كديروا السوايع مثلا واتفقتوا مع الاستاذ يدير لكم هذه اللعبه هذه وديروها معاه ساعتين وديروا الحراسه ويكون الجو ديال الامتحان وديروا الخدمه. ولكن الاخطاء اللي كيوقعوا فيها لا الاساتذه ولا التلاميذ تيقول لك فين درت الخطا، ما تيهمناش فين درتي الخطا، اصلا اي واحد غيدير الخطا، اللي كيهم هو علاش درتي الخطا، واش الوقت ولا النسيان ولا عدم المراجعه، النسيان او عدم فهم السؤال او لا عدم المراجعه. الا كان عدم المراجعه راه هذا بسيط كتمشي تقرا، ولا كان النسيان او لا عدم الفهم او لا الوقت، هنا راه داك الاستعداد خصك تعاود ليه مره اخرى وكتشوف وكتجيب الميزان ديالك. غالبا النقاط اللي كتجيب هذا الاستعداد راه مختلفين على النقاط اللي كتجيب في المراجعه. دونك شفتوا اللي كيكون بحال النقط اللي كتجيب هذا الاستعداد هذا هو اللي تجيب في الامتحان ماشي في المراجعه، لان المراجعه ما فيهاش الامتحان. دونك هذا هو الاستعداد. شفتوا الاستعداد راه ماشي بحال المراجعه، هنا فيه بزاف تنغلطوا. الاستعداد راه في شكل بهذه الطريقه هذه تحترم فيه الوقت وكتعرف كيفاش تسير الوقت ديالك بهذه الطريقه هذه. دونك هذا واحد بالنسبه للفرق بين الاستعداد والمراجعه. دونك الا درتو هذا الاستعداد راه نورمالمون صافي تكون واثق من نفسك، وتجي حتى العامل النفسي كتخدم عليه تكون واثق من نفسك. راه شنو هي دابا المراجعه؟ المراجعه فيها مشكل. شنو هو المشكل ديال المراجعه؟ هو ان بزاف ديال الناس يخلطوا ما بين المراجعه للامتحان والحفظ او التعلم ديال الدروس. كيفاش؟ المراجعه كنراجع شي حاجه، يعني كنرجع عليه، ديجا شفتو كنرجع عليه، كنرجع يعني خصك تكون ديجا عارف. لا ميم شوز، révision يعني جو revois la deuxième fois. بزاف ديال الدراري والبنات وحنا كنت كنديرها، كاين تنتسناو حتى ديك 2 سيمين ولا في ديك 10 ايام قبل الامتحان
عاد كنكتشفوا الماده لاول مره. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. كنكتشفوا الماده لاول مره، كنا كنقراوها، كناش كنقشعوا فيها والو، كناش كنراجعوها، ما كناش كنبريباريو ليها. كانت المراقبه المستمره شويه ملي تنجي الوقت لا بيريود ديال الامتحانات كنراجع وكتعيشوها. بعض المرات ملي كتعيش كدوز الامتحان كتحس براسك مثلا الامتحان عاد تقدر تجاوب، كتحس بلا عاد وليتي بخير. اش وقع لك؟ وفيت كنت غير كتقرا وهذا الامتحان كان بالنسبه لك مراجعه، عاد دابا مستعد دوز الامتحان. والله شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه قبل دابا ما ندخلوا الفتره ديال الاستعداد ديال الامتحان ديك 15 يوم ولا واحد السيمانه ولا 10 يوم ما عرفتش شحال كيعطيو، خصك تكون قريتي جميع الدروس ديالك وحاولتي تفهم حتى ل 60-70% ديال الدروس. ملي تدخل لافاز ديال الامتحان كتولي تراجع الدروس وكدير التمارين. سينو الا مشيتي كتقرا الماده اول مره، خصوصا الناس ديال لافاك وخصوصا الناس ديال لي زيكول سوبيريور ديال ليسي ما عندهمش هاد المشكل، عندهم المراقبه. بعض لي زيكول تيديروا لو كونترول ولا تيديروا لي بارسيال. مزيانه هاد القضيه، كاين بزاف ديال لي زيكول تيقهروا الطلبه ديالهم والجامعه كتقهر الطلبه ديالها الا ما يكونوش لي بارسيال، ما تكونش مراقبه مستمره. يعني كتجمع مجموعه ديال المجموع شنو هادشي، كتجيب 100,000 بوليكو وكتبدا تقراه في ديك 15 يوم 20 يوم او داك الشهر الاول ديال الامتحان. يلاه كتقرا ما كتراجعش يلاه كتعلم. دونك خاص ديك لا تكنيك اللي هضرت عليها في البرنامج ديال ميلفوي، يعني كل ليله دابا كل ليله قرا. هتقول تقرا ما تفهم والو، ماشي مشكل. كل مره تقرا ما تفهم شي حاجه تقول يا راه ما تفهم والو، عاد واحد النهار يبان لك غير قرا تقرا بيتمون ماشي مشكل. كل مره تقرا تجبد 1% 2%. راه نعطيكم مثال، خصو تدخل شي متحف وتدخل البيت، تطلب منك دخل داك المتحف المره الاولى تعقل على كل شيء اللي ديتاي اللي كتشوف، ولا ديك البيت تعقل على كاع لي ديتاي اللي كتشوف، كاع هذه تعقل على كل شيء. تخرج يطلب منك دير هذه المره وحده، غتخرج غتنسى بزاف الحوايج. ولكن كل مره دخل شوف حاجه ورجع، كل مره دخل ثاني شوف حاجه اخرى ورجع، ثالثه شوف حاجه اخرى ورجع. شوف كل حاجه كتشدها كتدخل لراسك كيولي عندك واحد الوقت صافي ميل في كل مره حاجه. دونك اسكو بو ليغ بيتمون؟ وي يفو ليغ بيتمون. كتقول لي مي راه جي دي مال، مي سي با غراف. كتقرا بيتمون وكتجبد كل مره كتفهم وكتحاول تفهم. ما باش راسك ما خرجلكش كتقرا المره الثانيه. هادشي بالنسبه للدروس العلميه اللي كتبغي الفهم، والدروس الادبيه اللي كتبغي الحفظ راه هي احسن طريقه. غتقول لي انا تندخل عندي بروغرام شارجي، تندخل العشيه مع 6 تكون هي ما تقدرش، سي با غراف. كتدخل كتراجع لمده تتقرا لمده 10 دقائق او لا تقرا لمده 15 دقيقه او لا نص ساعه ماكسيموم. ما فيكش اللي يقرا، غير شوف ربط بين العناوين. ما فيكش اللي يقرا حتى العناوين، شوف الورقه. Ça s'appelle l'impression de déjà vu. Au moins تكون l'impression de déjà vu. بيان سور واحد الليله غيكون فيك اللي يقرا، هاد الليله ما يكونش فيك اللي يقرا بزاف، ولكن راه ديك لابريسيون غير ديك التصوير ديال الورقه. حنا واش كنا دابا غندير فوتوكوبي الورقه، فوتوكوبي راسي يعني غندير الفوتوكوبي اللي كندير راه مهم للدماغ، لان الدماغ تيبغي يشوف بالتكرار، وبالتكرار كيجيو لي ديك واش كتنعس دي فوا كتنعس كتفيق تلقى حل. ديك الساعه كتمشى بعض المرات كتمشى فشي بلاصه كتلقى كتفهم الدرس. ملي كتجي هاد القضيه، هاد القضيه كتجي من المساله ديال الانسان انه كيكون عارف ديك الساعه بالتكرار المحتوى والعمق ديال المراجعه. هذا هو اللي هضرت عليه في الوقت اللي وانا نهضر عليه، عمق المراجعه. العمق ديال المراجعه كيجي بالتكرار. ملي كتجي ديك 15 يوم 20 يوم خاص يكون عندك واحد الاطلاع، هذا هو ادنى مستوى اطلاع على الدروس كامل. وشوف احسن تكرفص دابا مابقاش الوقت بزاف، ما يقولوا هاد السيمانه جوج اللي جايين والسيمانه الاخرى قبل الامتحان ترتاح. خصكم تاخذوا استراتيجيه تكرفص دابا، سهر هاد الايام، سهر اليوم. عزيزي لي نوي بلونش ديرهم دابا، ديرهم اليوم غدا بعد غدا ديرهم هاد السيمانه وقلل منهم السيمانه الجايه، والسيمانه الثالثه صافي ارتاح ولي قرا غير شويه. دير غير الاستعدادات نهار كامل. انت في الاستعداد تدخل الامتحان، تدخل الامتحان. شنو هو الاستعداد؟ هو ديك الساعتين 3 سوايع اوفيسيال
رسميه كديرها وكتجيب في النقاط. غدا بالاستعداد ديال المواد كامل وتجمعهم وتجيب البيلتان ديالك، وتجيب البيلتان الاول وتجيب البيلتان الثاني والبيلتان الثالث كوم تريبلي، وتشوف لا نوت ديالك كيفاش كما يبغى ايفولوي. يكون هذاك ثلاثه الامتحان في المواد كامل اللي فيهم نورماليزي ولا اللي يدخلوا الامتحان، وغتكون مستعد باحسن طريقه. دونك هذه سي التكنيك. دابا نهضر على غابيدمون مويان التكنيك ديال لا ريفيزيون، يعني هي احسن وحده ويعني اظرف وحده. نهضر دابا على التكنيك ميموريزاسيون اي دابرونتيساج. تكنيك دو ميموريزاسيون اي دابرونتيساج. الوغ هاد التكنيك هادو ساهلين الى كنا فينا واحد الابداع. نهضر على بعض التكنيك، يعني شي حاجه خصني نجلس معكم ونوريهم لكم. الا مشيتو للانترنت شوفوهم، شوفوا في يوتيوب، شوفوا جوجل تكنيك دو ميموريزاسيون، لي ميمو تكنيك بزاف لا ميموريزاسيون كتقهرنا. انا كنت كتقهرني لا ميموريزاسيون فوق القرايه، الفهم كان تيجيني شويه بسيط. وكاين دي تكنيك دو كومبريهنسيون، وكاين دي تكنيك دو ريفيزيون كوليكتيف مع الجروب كيفاش تاو تستافدوا منهم. هاد تكنيك دو ميموريزاسيون كاين واحد الطريقه سهله. بزاف ديال لي تكنيك دو ميموريزاسيون كتعتمد على تكرار 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 تكرار، وممل هاد التكرار. داكور. غادي نستعملو تقنيات اخرين فيها ابداع احسن. غتهزو مثلا لي بوستير A3 او لي بوستير كبار تيديروا درهم ديال البيبر بورد، سميتو البيبر بورد. غتمشي للمول المكتبه تقول لي عطيني عافاك الورقه ديال البيبر بورد، حيت A3 غير هكا، ولكن ديال البوستير البيبر بورد تكون كبيره، هي كنستعملوها حنا في الفورماسيون لي سيميلات، تكون كبيره بزاف. وغنهزوها غنحطوها في الارض وتهزو الدرس. بعدا الا كان لي فورمول ماتيماتيك غتكتبوهم غتشريوهم بدرهم، ديال درهم وحده، وغتشريو ان باكي ديال لي فوتر، باكيه ديال الخضرات 10 درهم 15 درهم ويمكن 30 درهم. شوفوا باكيه تكون فترات زوينين ديال 12 سنه، وتهزو وتحطوهم. الا فيكم اللي يلعب شويه شريو صباغه، جيبوا صباغه. ولا وليت تلعب احسن شريو لي دوك لي كور دور، شريو خيوط، شريو لا باتا فيكس، ما كاين حتى مشكل. وتحطوا هادشي كامل وتحطوه في البيرو وتحطوا دوك لي بوستير وتهزوا المواد اللي فيهم الحفظ. هذا زعما ديال مثلا ماتير سيانتيفيك ما فيهمش جات الحفظ، ولكن جو سي كو تيكونوا بعض لي فورمول وهذا. غتهز واحد الورقه ودير فيها واحد بحال طابلو ارتستيك ديال لي فورمول بلو كور دون بلا باتا فيكس في الصباغه. غدوز معاها واحد نص ساعه ودير واحد طابلو زوين ديال لي فورمول ديال المات. ولا درتي كل بوستير مثلا ماده الا كانوا بزاف غالبا تيكونوا كاع لي فورمول غيتجمعوا لك في بوستير واحد وغادي داكشي اللي عجبك وسوق عليه وقال وهز هذاك البوستير وعلقه في الحيط. في اللحظه اللي كتخدم على البوستير كتحفظي، في اللحظه اللي كتخدم اللي كتصور داكشي خصوصا داكشي اللي كان بيديك احسن. ما فيكمش ليلات بزاف، كنتو ساهلين بزاف زعما جديين. ديروا بالصباغ، ديروا بالليفت، ولكن ديروا بالالوان، كل وحده بالالوان. شوفوا التناسق ما بين لي فورمول وديروهم بالالوان. درتوهم كاين انا كاع كنصور تهز كونتر بلاكي خشبه الناس الدراري والبنات اللي يعجبهم اللي تخافوا ارتستيك او نكتب ودير ان ترافاي ارتستيك دوك لي فورمول ديال المات كلهم ولا ديال الفيزيك او لا درس دير اللي عجبك، جسدو رسمو، دير انا بيغ تصوب به شي حاجه، دير فيه طريق هذه كدير هذه، دير واحد الكود دو غوت، دير شي حاجه اللي غايعجبك. رسم استاذ بطريقه كتضحك، رسم راسك بطريقه كتضحك ودير راسك خارج من النوع ديالي، دير شي حاجه وهوز هذاك البوستر. عزيز عليكم فوتوشوب تديروا في الاورديناتور، ديروا في الاورديناتور، خدموا هادشي بالاورديناتور، ديروا كل فورمول ديروا لها كارت بوستال ولا ديروا ان ديزاين ودخلوا فيه التصاور ديالكم وهذا، وهزوا هذاك البوستر وهزوا هذاك التصاور خلوه في الفون ديكرون ديالكم الا كانوا، او احسن شيء باليدين وهزوا هذاك البوستر وعلقوه في الحيط. ما غتفوت السيمانه اللي يدخل داكشي لاباس. انا كنقول لكم قبل من السيمانه ساعه ملي غدير هذيك الخدمه غدوز غتقول لي اوكي كيفاش غندير المواد الاخرى التاريخ والجغرافيا بالنسبه اللي عندو هذا الامتحان ولا العربيه. شوف لقى طريقه التاريخ والجغرافيا سهله. انا الدراري اللي تخدم معاهم اللي تيخدموا تاريخ ولا جغرافيا تنديروا بون ديسيني كارو هادو قاعد فيه بون ديسيني لا كارو 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 وتندوزو كامل داكشي وتيكون واحد البوستر وتتعلق والبيت كامل تدخل كلها بوسترات السقف بوستر تكون ناس كيبان لك داكشي. انا كنطيح عليك شي واحد
عجبني واش باغا تقولي لي كنت ناس كتشوفوا في داك الشيء. لا عادي ديروا بالالوان وياكم ديروا بالقلم ولكن ديروا غير بالستيلو بلون واحد، لان هذا اصلا مشكل هو ديال التفاضل. علاش داك الشيء التفاضل تقراه وما تيدخلش تشوف فيه وتتعقل عليه تقول عاجي. الدرس ديال التاريخ غتمشي غتلقاه في دوكيومونتير غتفرج فيه غتشدو كامل التواريخ ديالو بهذاك شنو داروا هذاك شنو وبالاسماء وكلشي تتقراه ما تيتشد. القرايه التاريخ باش تكتب تكون ممله، تيكون معمر التعبير ممل، ما تيكونش واعر، وما عندناش حنا قابليه نتعاملوا مع التعبيرات كاملين وداك ستيلو تكتبوا به والصوره مرات تشوف تبغي التقيه كنقولوا صراحه. الكتابه من راسي ما فيهش ابداع كثير، نقول الصراحه ما فيهش ابداع كثير، ما فيهش تصاور مزيان، ما فيهش لي دي في دي خصو يعطونا لي دي في دي. دونك هذه طريقه باش تخلصوا من المسائل ديال الحفظ بابداع وما تضحكوش راه نص ساعه وغتستمتعوا. يا مثلا في لافا كان عندنا مواد صعاب وحفظ كتار وديك الموت كيعجبنا هذه الشجره تمرس الشجره وخرج منها الفروع وهذه عاطيه لهذه وهذه ساتابيل المايند مابينغ اوسي لا كارت مونطا تدير من كارت وكتصوب كدير زعما تهز واحد لا كارت الكتاب اللي تدير تعطيو بزاف ديال كتهز وحده وتدير فيها التصاور وكتجي وكتكون حدا وتيكون اولا الطابلو ديال التواريخ عوض تكتب وما تكتبوش الراس من الراس. لان علاش الا عطيتكم مثلا ورقه فيها الكتابه وريتها لكم غتشوفوها ما تشدوا فيها والو. الا عطيتكم شي تصويره غير تشوفوا ديك التصويره غتشدوها كل لحظه تشوف التصويره تشدها تصور معاك التصويره كتشدها في لحظه داك الدماغ كيخدم الصور. يعني الا هذاك الدرس ديال رجعتيه الصوره تتشد في بلاصه داكشي قلت لكم ما كيتسنى حتى سيمانه غير كيتحط البوستير تيكون محفوظ وكيتعجب يقول لك راه صافي ملي صوبتو حطو اعلان جسدتي على شكل صور. هذه تقرا كاين اللي كيسمع الموسيقى تحفظها دغيا. هادو تنهضر انا اللي عندهم اللمسه عزيز عليهم يكونوا كونكريت يعجبوش الامور تدخل نظريه بزاف استعملوا هذه الطريقه هزوا لا باتافيكس لي كوردون خيوط وقال شي تصوير واللي زوينه هذاك البوستر في الاخر نهار تعطيه كادو لشي واحد لازم تخليه يسوق فيه تيكون ديكور ولا شي نهار ان شاء الله ملي ان شاء الله بعد طول العمر يكون هذاك يتباع في المزاد العالمي هذاك البوستر او لا دير شي حاجه زوينه راه دوز فيها ساعه شي ديك الساعه والله دوزها في هذاك الكور تحفظو ما تحفظوش اللهم لعب دير شي حاجه زوينه اللي غتعجبك. فوتوشوب عزيز عليكم الديزاين ديروا في الديزاين غادي يجيكم زوين حتى هو. انا دابا على الاوديتيف كي تسمع الموسيقى تحفظها دغيا تقول لك غير داك المغني غنى لي الدرس ديالها تحفظو دغيا كيفاش لان كتعامل بزاف بودنيك وعندك حس موسيقي. اشنو غادي دير ساهله غتهز هذاك الدرس ديالك اللي واعر تحفظو غتقراه وغتسجلو ام بي 3 وغتهز هذاك الام بي 3 وغديرو في البورطابل ديالك او غديرو في الاورديناتور ديالك وغتخليه اون بوكل واحد 3 4 5 مرات وانت كتشاطي في فيسبوك وانت كتشاطي في ام اس ان كتسمع الكور ديالك انت غادي في الطريق كتسمع الكور ديالك تقول لها غتجيني بيزار غتجيني بيزار وانا نمشي معاك بعيد هذاك الكور فاش غتقراه بحال شي مذيع بحال شي هيك يدوز في الراديو داك الكور ودير الصوت ديالك زوين ودير انا احسن شيء دير لاغيير بلون وانت كتقرا الدرس الموسيقى اللي عزيزه عليك لي ميوزيك كلاسيك ما تختارش موسيقى راه الميوزيك كلاسيك تدخل ليا الدماغ لا اختار الموسيقى اللي عزيزه عليك واخا سي ميوزيك ديناميك قراها وخلي الموسيقى موراها وخلي الدرس يدوز. والدرس كاين لوجيسيال اوداسيتي كاين واحد لوجيسيال سميتو اوداسيتي AUDACITY فري غراتوي ساهل كتشدو تديرو تدبر على الميكرو عادي كتحطو وكتسجل الدرس كله تتقراه بهدوء بشويه عليك تتقراه حتى كيسالي الدرس وفي لاغيير وقدر دير المونتاج او لا دير لاغيير بلونيت معاك في الدار في البيت ديالك تدير الموسيقى او لا كتهز هذاك اوداسيتي راه تشوفو تدخل معاه موسيقى اخرى وكتهبط ليها الفوليوم ديالها وكتخليه وكديرو في ودنيك وكتخليه هو كيهضر كتشاطي في ام اس ان ما عندك ما يدار عيان كتشاطي كتهضر كدير شي حاجه اخرى وكتخلي داك الدرس كيتعاود كيدخل لك الدرس للدماغ مباشره. ومن بعد تيبقى دابا بالنسبه للناس اللي تيعجبهم تو سكي فيزوال دونك كاينه ديك الطريقه ديال لي بوستور كاين فيديو تقدر تصور اون فيديو يا اما كتوقف تشرح فيها الكور بيناتكم صحاب
كل واحد كيصور اون بارتي، يا اما كتهز واحد الباوربوينت كتصوب به الكور ديالك كامل كتلخصو وكتحطو في باوربوينت وكتزوق عليه، وهذاك الباوربوينت تقدر تسجلو على فيديو اولا تبريزونتي. احسن طريقه باش تراجعوا الدروس ديال كوليكتيفمون هما انكم تشرحوا الكور لبعضياتكم، تشرحوا الدروس لبعضياتكم. وثاني حاجه ملي شي واحد كيجاوب صحيح تقول لك كيفاش فكرتي حتى جاوبتي صحيح، ماشي كيفاش درتي، كيفاش فكرتي حتى جاوبتي صحيح، حتى يعطيك كيفاش هو كان كيشوف داك التمرين او داك السؤال منين داز ليه تلقى فيه الجواب صحيح. بالنسبه للقرايه اونصومبل نصائح اللي نقدر نعطي بالنسبه للمراجعه اون جروب، ما تقراوش الدروس مجموعين، كل واحد يقرا الدروس بوحدو وديروا التمارين مجموعين. ما تحفظوش مع بعضهم، قليل تيحفظوا مع بعض، ما نقدروش نحفظوا مع بعض ياك كل واحد يحفظ بوحدو، ولكن ديروا الانجاز ديال لي بوستير وديال لي سوبور ديال الخدمه بوحدكم. بيان سور كاين وسائل اخرى ما نهضرش عليهم بحال لي فيش، هادو عاديين وتما ولاو تيعيو لي فيش او لا لي ريزومي، هادو تقدر ديرهم اونصومبل وتبادلوهم. كاين انه كل واحد بالنسبه للافراد الدراري اللي عندهم دروس كتاب كتهزو كتاب، كل واحد في ذاك الدرس تيراجع اون بارتي، تكون مثلا 4 ولا 5 كل واحد كيراجع اون بارتي، ومن بعد كتجمعوا دوك لي بارتي كاملين كتلاقاو وكل واحد كيقرا اون بارتي. الا كنتو كتضحكوا بزاف ما كتركزوش بزاف، حبسوا ما تكملوش، صافي كل واحد يمشي لدارو ويحاول يقرا. الا كنتو اصلا من طبيعتكم ما كتقراوش بزاف كتضحكوا بزاف ما تقراوش مع بعضياتكم، حبسوا ديروا 2-3 التمارين اولا تلاقاو غير باش تضحكوا، فريمون تلاقاو باش تضحكوا، يعني كل واحد يقرا في دارو ومن بعد تلاقاو واحد ساعه ساعتين باش نشطحوا الضحكوا هذا. الا ما كنتوش يعني من الدراري اللي تيتلاقاو على القرايه، وهذا الشيء تيوقع الا كنتو كتقراو بجوج احسن جوج حتى 3. والتالي اخر حاجه نهضر عليها هي البرنامج، ما تقراوش كوليكتيفمون اولا بوحدكم، ما تقراوش دابا بقات لكم سيمانه 2 اولا 3 السيمانات على حسب، ما تقراوش بلا برنامج. دابا هز ورقه قسمها على الايام ودير راسك عندك مثلا الامتحان جو سي با لو 25 ولا ما عرفت لو 26، دير راسك عندك الامتحان لو 24 غادي يبدا الامتحان، دونك الاستعداد ديالك هذاك الاستعداد على شهر درت خصهم يكملوا لو 24، صافي لو 24 خصو بخير. هادو ما نقدرش لا غير نديرها، راه الدماغ اللي عطيتيه كيتعامل معاه، عطيتيه لو 24 غيوجد لو 24، عطيتيه لو 1 سبتمبر غيوجد في لو 1 سبتمبر. دونك بزز على الدماغ ديالك، حط عليه واحد الضغط، غير يكون ضغط ارادي. هذا الضغط ديالي انا لو 24 الضغط ديالي، ولكن ما يكونش انا لو 28 او لو 26 اللي هو الضغط ديال الامتحان غندخلها، انا ندخلها براسي احسن ما ندخلها للامتحان. دونك ديروا برنامج، حطوا واحد التوقيت، نوعوا الانشطه ديالكم، ما تكونوش ما تعيوش فلوسكم. وحاجه كاين سبب الحوايج ولكن هاد الحوايج هما مهمين. حاجه اخرى، الدماغ ماشي بحال الباتري ديال الاورديناتور اولا ديال البورطابل، كي هي كتمشي كتشارجيه بالنعاس وكيجي. الدماغ تيتشارجا بالشونجمون، دي فوا تكون عيان مسخسخ ما فيك باقي اللي قرا، تبدل الماده كتنشط، كدير الماده عزيزه عليك تنشط، اولا تمشي دير السبور ديالك طاقه، ماشي تقرا ولا تمشي تلعب لي جو فيديو كترجع كتولي تقرا، راه مازال ما ارتاحيتيش. احسن شيء النعاس، نعسو عادي ليله الامتحان داكش النعاس ماشي مشكل، راه داك النعاس ما كنتيش محتاجو، داكشي اش من داكش النعاس عادي ما تفقدش. في البرامج دخلوا المتعه ديالكم فيه، لي جو فيديو، الامور اللي كتستمتعوا بها ولكن بنظام. هذا الوقت باش تعلم النظام باش ترتاح بها وتمشي تخدم. تطلع ان والديك تيعايروك بزاف، سير تقرا، كاين مشكل. علاش تيعايروك؟ يعني كاين مشكل، يمكن ما تتقراش بزاف، انتبه لهم. غالبا الا والديك كيقول لك سير قرا راه فريمون كيضيع وقت بزاف. والديك اون جينيرال عجيب، اون جينيرال تقرا مزيان تقرا احسن، تيقول لك حبس من القرايه راه وليتي كتقرا بزاف. دونك هذه حاجه خصكم تردوا لها البال، راه لونفيرونمون ديالكم خصكم تسمعوا ليه، خصوصا نهضر على لي باشولي اللي في الليسي اون جينيرال. لا انتبهوا، راه الا كيقولوا لكم في لونتوراج ما تقراوش بزاف، راه يمكن ما تقراوش بزاف، ودوماج انا بقات 3-4 السيمانات تحل فيها مزيان القرايه وضرب لي كور ديالك، راه فيهم تقدر تجيب تخي بون. وكاين اللي بغى يدير اون ريفولوسيون في قرايته في المعدات ديالو، سي اوسي لو مومون، سي با ترو طار، مي ما نديروش داك السورموناج كاين الارهاق فاش توصل باج بلونش صافي تمشي لكلشي، كتلقى راسك ما بقيتش كتفهم والو، داكشي كلشي راه مشى، لا راه ما مشاش، كلشي في الدماغ. شوف راه حتى حاجه ما كتمشي للباقي، اي حاجه كتشوفها كتبقى في الدماغ، غير الاعياء الدماغ كيحبس. اشنو الحل؟
وفيهم صافي خصك تخرج تمشي تشوف صحابك، تمشي للبحر، تمشي للدور، ترتاح. انا كنهضر الناس اللي كيقراو بزاف الناس اللي ما تيقراوش بزاف غيقول لك راه قلنا خصنا نرتاحوا وهذا لا. خصك تقرا مزيان باش الدماغ ديالك يرتاح. كثرة الراحه كتجيب انه الدماغ ما كيكونش مهيج بزاف. ومن بعد بقاو على واحد القاعده، وهذه اخر قاعده نكمل بها، هي انه ما تقراوش بزاف، قراو بذكاء، ما تقراوش بجهد، قراو بذكاء، ما تقراوش بلا كونتيتي، ولكن قراو مزيان، قراو احسن، قراو بطريقه افضل. القديمه ديزاستوش باش تربح الوقت، باش تقرا مزيان بسرعه، راه باش ما فرضتوا على ريوسكم انكم تقراو بسرعه ومزيان باش ما كتقراو بزاف وباش كتقراو احسن. اذا الله يعاونكم والله يوفقكم. وما تنساوش تدعيو، راه الدعاء كيعاون، حتى هو قدر كيرجع قدر، وكيعاون حتى في النفسيه ديال الانسان. وما تنساونيش في الدعاء ديالكم، وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح. وما تنساوش راه كلشي داكشي غير خدعه، راه تيبقى الانسان الاستعداد ديالو وكيفاش كيتعامل مع الوقت ومع الضغط اللي كيوفقوا الامتحان. ان شاء الله مادام بقيتوا معايا ساعه ولا ما عرفتش شحال في هذا الفيديو، دونك راه غادي تكونوا بغيتوا تنجحوا ان شاء الله. غالبا غادي تنجحوا بالنقطه اللي غادي تعجبكم. فالله يعاونكم، والسلام عليكم.